السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اول يوم من شهر رمضان في حي بروفال لقيت هذه الاخت راهي تخدم تبيع لهنا وعندها بيبي تبيع في الديور. نشوفوا قصتها. السلام عليكم. انا ام عندي زوج ولاد، طفل في عمره 6 سنين، طفل 4 أشهر. كارية في حال طلاق. ما عنديش مدخل ثابت، ما عنديش مدخل ثابت، ما عنديش ضمان اجتماعي، ما عندي حتى حاجه، لا منحة بطالة حتى ريزيدوس 10,000 خويا. نبيع نشري نبولات نبيعهم، وين لي بيتزيريا، وين لي يجوا الناس اللي فاميليات العائلات مع ولادهم صغار. في رمضان نبيع الديون، نبيع المطلوع، نبيع تقاشر في الشتاء، نبيع الريحه، نبيع واش كتب ربي. المهم كان يعني جايتني شوف باش واحد ما يكذبش غاليه بزاف. دوك انا ماذا بيا كاش محسنين يعاونوني، لا بغا في الكراب بشي اللي كتب ربي. وحاجة القوت الحمد لله، يعني ياكلوا وليداتي واش كتب، نهار اللي كاين ونهار اللي ما كانش شده ورخا، ونسترزق عليهم مانيش مخليتهم. بصح لو كان نخليهم ونروح نخدم خدمه من الصباح للعشيه تولي لازم ندخلهم، لازم شكون يشدهم تخلصوا، لازم لهم حليبهم بالدراهم، كلش بالدراهم. كي نقعد مع ولادي ونكونوا هكا في حجري قدامي تنقص هذيك المصروف اللي تزيد تخرجوا. ان شاء الله. بارك الله فيك الاخ، ان شاء الله.